هل في يوم من الأيام اتعاملت مع حد بيحب نفسه زيادة عن اللزوم؟ دايما عايز يكون هو محور الكون، وأول مشكلة ما تحصل هو أول واحد يبرر. أكيد اتعاملت مع حد بس انت مش عارف أو مش واخد بالك. النهاردة هنتكلم عن أهم شخصية من الشخصيات اللي انت بتتعامل معاها. مين هو وازاي تتعامل معاه، وكمان ازاي تتفادى العلاقة بتاعته عشان ما تتأذيش منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف بقية الفيديو. يعني ايه بقى الشخصية النرجسية؟ هو شخص بيكون عنده شعور مبالغ فيه بأهميته، عايز يكون هو مركز اهتمام كل حاجة، شايف ان هو أذكى وأحسن من اللي حواليه. وده في علم النفس بيندرج تحت مسمى اضطرابات الشخصية النرجسية. طب يعني ايه؟ هو الشخص ده بيكون عنده صورة مشوهة في دماغه، فدايما بيحب ان الناس تأكد عليه، يجذب الناس ويأكدوا عليه ان هو احسن واحد، يأكدوا قيمته، انه انت فعلا جامد. ازاي بقى نعرف الشخص النرجسي ده؟ اول حاجة بيحب يتكلم عن نفسه فوق الخيال، وممكن يقاطع كلامك عشان هو جايله مزاج ان هو يتكلم عن نفسه. تاني حاجة، ما بيحبش حد يغلطه مهما كان، وخد الكبير ما بيحبش يتحمل المسؤولية. تالت حاجة، حساس جدا لأي نقد حتى لو كان بسيط. رابع حاجة، بيحب السيطرة والتفوق على الآخرين حتى لو كان إن هو بيكذب عليهم أو بيلعب بدماغهم، بيحب هو التلاعب بمعنى أصح. عنده قدرة، خامس حاجة، عنده قدرة على التمثيل، وإن هو شاطر جدا إن هو يلعب على المشاعر. صفات بقى الشخص النرجسي، اول حاجة عنده الانانية المفرطة، شايف ان كل حاجة ضده، حتى الكون ده كله مش معاه، كل حاجة مش ماشية زي ما هو عايز. تاني حاجة عنده الحقد والغيرة، ما بيحبش حد يكون احسن منه ولا انجح منه، وممكن يشاركك بكلام حلو والف الف مبروك، لكن هو من جواه مش طايقك. تالت حاجة عنده حب الظهور، بيحب يظهر في كل حاجة ويبقى ماسك كل الناس، او مثلا في حوارات كل الناس حتى لو هو اصلا ملهوش اي 30 لازمة في الحاجة دي. رابع حاجة التلاعب النفسي، ان هو شخص بيقدر يلعب على مشاعر الناس ويقدر يقنعك بحاجات انت عمرك ما كنت هتقتنع بيها. خامس حاجة قلق التعاطف، هو مش شخص بيعرف مثلا لو حد زعلان ما بيعرفش يطبطب عليه او يهدي منه، هو ما بيعرفش ازاي يقول مشاعره، عنده مشكلة في دي. طيب يا زينب، ازاي انا اتعامل مع الشخصية النرجسية دي؟ اول حاجة، اعرف حدودك كويس، ان الشخص ده ما ينفعش ان هو يتعدى حدوده او يقلل منك او يقلل من كرامتك. تاني حاجة، ما تنتظرش منه ان هو يجي يطبطب عليك، عشان احنا زي ما قلنا في الصفات ان هو ما بيعرفش يقول مشاعره. تالت حاجة، ما تجادلش كتير، عارف ليه؟ لان هو شاطر جدا في قلب الترابيزة. رابع حاجة، حافظ على ثقتك بنفسك كويس قوي، عشان هو هيهزها وهيخليك ان انت تلجأ ليه، عشان بمعنى اصح يقدر يلعب بيك كويس. خامس حاجة، لو انت الشخص ده فعلا قريب منك جدا وانت مش عارف تبعد عنه، ممكن تلجأ لدكتور او استشارة نفسية يقدر يعرفك ازاي تتعامل معاه، وازاي تكون عندك توازن وعندك ثقة بنفسك وانت بتعرف تتعامل معاه. واخيرا، ان الشخص النرجسي مش سهل جدا ان انت تكتشفه، بس لو عرفت حد زي كده اعرف ازاي تتعامل معاه عشان تحمي نفسك من اي مشكلة ممكن تقع فيها. وكمان اعرف ان انت دايما صحتك، حياتك، نجاحك، حلمك، طاقتك اهم من اي علاقة ممكن تدخل فيها.
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وقولي في الكومنت لو قابلت حد او شخصية نرجسية وفعلا عرفت تتعامل معاها ولا لا، وايه المشاكل اللي واجهتكم. واستنوني في الفيديوهات الجاية في انواع الشخصيات، واشوفكم على خير. باي باي.